الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايلكم النهارده بفيديو جديد، يا رب يعجبكم. هنعمل ايه النهارده بقى؟ هنعمل جمبري الغلابه. شايفين الشوربه بتاعته طلعت حلوه ازاي؟ كان والله طعمه كان جميل. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف نوع ايه الجمبري الغلابه اللي انا جبته دوت، وسعره عامل كام وطعمه كان عامل ايه. كملوا معايا الفيديو للاخر. هنا هو جبت ايه؟ بصلتين كده كبار، لان انا كنت جايبه حوالي 2 كيلو. إيه، وقطعتهم اهوت، بقطعتهم يعني مكعبات، ما قطعتهمش ناعمه قوي، لان كده كده نرجع لما نستخدم الشوربه بتاعته هنصفيه. وخليتهم يتبلوا، وبعد كده جبت برضو 3 جزرات كانوا كبار، مسكتهم بشرتهم، وقمت جايه بقى قعدت اقلبهم في البصل كده شويه لغايه الاتنين ما احس ان هما دبلوا. هننزل بقى بايه تاني؟ هننزل بقرن فلفل وايه وقرن شطه. الحاجات دي كلها بتتست بطعم حلو قوي لو الجمبري، او الشمر اللي انا جايباه النهارده، او بيقولوا عليه جمبري الغلابه. جبت برضو طماطميه برضو كبيره هنا اهوت وقطعتها. يبقى احنا حطينا ايه؟ بصل وجزر وطماطم وفلفل وقرن شطه. حطيت بقى توابل السمك اهيت، وحطيت برضو شويه فلفل اسمر، وهحط ورقتين غار كده. انا سالت على الجمبري اللي هو الجمبري العادي اللي احنا بناكله، سالت عليه لقيت الكيلو ب250 جنيه. فصراحة هو مبلغ يعني بالنسبة للظروف اللي احنا فيها دلوقتي ده هو مبلغ. فبالنسبة لو في أسرة كبيرة، الكيلو دوت أصلا بالنسبة لها ما يعملش حاجة. دوت اهوت هو الجمبري الغلابة اللي بيقولوا عليه. جبته بقى وغسلته كويس كام مرة كده، وغسلته بالليمون. هغسله حلو، وبعد كده هحطه في مصفى يتصفى على ما يكون ايه الخليط اللي انا بعمله له على النار دوت يكون جاهز. هو مشهور قوي اليومين دولت في الاسواق الجمبري الغلابة ده. هنا هاخد كان خلاص الخليط كله كان اتجانس مع بعضه، وزودت عليه المية بتاعته، وحطيت له الملح. اول ما بدأ يغلي نزلنا عليه بقى ايه؟ بجمبري الغلابة ده. ما كملش معايا على النار نص ساعة، يعني الليلة دي كلها ما كملش معايا نص ساعة على النار. انا شفته كان، لا كان ريحته، والله ريحته كانت جميلة. وطعمه برضو بالنسبة للجمبري، طعمه بالنسبة للجمبري 50%. يعني مش هقولك لا ده هو زيه زي الجمبري، لا هو مش زيه زي الجمبري طبعا. بس بالنسبة يعني لو في مثلا حد نفسه في جمبري ومفيش في استطاعته يجيب اللي هو جمبري الغلابة دوت، يعرف يعمل يأكل منه عياله برضو، وهو تغيير في الأكل. ده خلاص كان يعتبر هو تستوى، ما كملش معايا كتير على النار صراحة. طلعته بقى هنا اهوت، رحت شوية كده في طبق، وهطلع شوية شوربة صفيهم. كان والله ريحته وطعمه كان جميل، جربوه كده بجد هيعجبكم. هو طعمه كان مدي على الكابوريا، يعني هو دوت طعمه مدي على الكابوريا اكتر، حتى طعم الشوربة بتاعته مدي على الكابوريا. ويلا ادينا جبنا حاجة ايه نضحك بيها على عيالنا الصغيرين. ايه ده يا ماما؟ جمبري يا حبايبي. طب يلا كلهم بدل ما العيال يبقى نفسهم في حاجة وبالظروف الغالية اللي احنا فيها دي ما نعرفش نجيبها لهم، لا يلا نفرحهم بقى. والله الشوربة كان طعمها حلو، وهو كله كان طعمه حلو صراحة. عملت جنبه شوية رز كده بالبصل وبرده بالجزر. بعد الشوربة هي، جربوا معايا الجمبري الغلابة دوت، وجربوا بنفس الطريقة اللي انا قلت لكم عليها، بجد هيعجبكم. استناكم ان شاء الله في فيديو